من قناة أونلاين تلفزيون، أخبار العالم في أسبوع. السلام عليكم. نشرة إخبارية أسبوعية من قناة أونلاين تلفزيون من الاتحاد الأوروبي. يقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنهاء 100 يوم الأولى من حكمه للولايات المتحدة، وهي فترة شهدت حالة من الصدمة أصابت العالم في ظل القرارات غير العادية التي اتخذها، تسبب في قلب النظام السياسي الدولي رأسا على عقب، وفرض مواقف غير معهودة للإدارة الأمريكية في ملفات داخلية مثل الصراع مع القضاء ورغبته في الترشح لولاية انتخابية ثالثة، فضلا عن مواقف دولية غير معتادة في الأزمة الروسية وحرب غزة والعلاقات مع كندا والصين وأوروبا. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول أوكراني بأن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا ستعقد الأربعاء في لندن دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين أن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء لإجراء محادثات بين ممثلين أمريكيين وأوروبيين. وإلى الرياض، حيث استعرض اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر في الرياض على المستوى الوزاري سبل تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الأهمية التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة. وفي عمان 208 مليون ريال عماني إجمالي قيمة برامج المساعدات السكنية في السنوات الأربع الماضية، حيث قال وزير الإسكان الدكتور خلف الشعيلي إن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الأسري. وإلى المحلية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر أن جميع مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات قادرة على تشخيص ومواجهة مرض الحمى النزفية. وقال البدر خلال حديثه لABC العربية إن التحدي الوحيد هو متى نشخص المرض، فإذا كان مبكرا فنسبة الشفاء عالية جدا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة سجلت المئات من حالات الشفاء من الذين تم تشخيصهم مبكرا على مدار السنوات الماضية. أكدت اللجنة الأولمبية العراقية اليوم الثلاثاء إقامة مباراة بين الزوراء والشرطة ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم في موعدها، ومن المقرر أن تنطلق قمة مباريات الجولة 29 من دوري نجوم العراق بين فريقي الشرطة والزوراء في 7:30 من مساء اليوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء. من قناة أونلاين تلفزيون، أخبار العالم في أسبوع.